انا بقالي 4 سنين بمثل من بعد الحجاب. حولت حجابي لطرحه، بمعنى انه الحجاب بالنسبه لي ما كانتش عباره عن ان انا الف شعري عشان اخبيه وهو ده وبس. الحجاب حجاب. لما اجي اعمل مسلسل زي مسلسل هانم بنت باشا، ويبقى فيه مطوه ومش عارفه ايه، ويمسكني حد وانا ازقه واقوم ماسكاه مفيش في الشرع واحده محجبه تتمسك او تمسك حد مش محرمها. واحد. لما عملت بعد كده المسلسل اللي بعده كان فيه برضو مشاهد. نونا المأذون؟ لا مش نونا، يمكن ما كانش فيه حاجه لانه هو كان كوميدي، ما كانش، انا بتكلم على القطه العمياء. كان برضو فيه الخطف، وكان فيه الجري، وكان فيه السسبنس، وكان فيه ما اعرفش ايه، واجري انا وعلاء يمسكني ويحطني مش عارفه فين وانا مش عارفه ايه. فكل الكلام دوت لا يناسب الحجاب بالمره. لا يناسب ان واحده تبقى محجبه بتتشد او بتتمسك او بتمسك حد من جاكيتته وهو مش محرمها. لما جيت عملت يمكن الاخت تريز، كان عندي برضو نفس التحفظ، وكنت يعني تعبانه جدا جدا قبل التصوير بفتره، وكان يعني في بعض المشاهد اللي فيها امن دوله وبيمسكوني وكذا، يمكن دي مش هنام. دي انا يعني مساعده الاستاذ شريف هلال الماكيوره سماح، هي اللي كانت علشان هي جسمها قد جسمي كده كانت بتلبس وتعمل ده. المقصد من اللي انا بقوله لك ده ان انا عدت حساباتي كلها يا نيشان، ان انا ست صريحه جدا مع نفسي، وما بحبش اكذب على نفسي، وما بحبش اتصنع اي حاجه. انا مش عارفه يا نيشان اكمل في التمثيل وانا محجبه. انا مش عارفه، لان الفنان اللي جوايا عايز يعمل المشاهد كما يجب، والله اللي جوايا بيحتم عليا ان انا احفظ دينه واحفظ حجابي واحفظ الخطوه اللي ربنا سبحانه وتعالى اكرمني بيها. فانا في صراع كبير قوي 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 قوي. ممكن تعتزلي نهائيا وتعلني الليله اعتزالك او بالفتره القريبه؟ اتمنى ان انا يبقى عندي القوه والجراءه ان انا اعمل كده، بل انا شايفه وصراحه ان انا قدرت النهارده ان انا اتكلم واطلع الكلام دوت ليك، فاذا ودني سمعته وانا ارتحت ان انا طلعت ده وقلته، لاني بصيت في المرايه. يمكن انت بسؤالك دوت خلتني بصيت في المرايه وشفت حنان، انت على حق. لو شافك رب العالمين سبحانه وتعالى، طبعا والله سبحانه وتعالى ينظر الينا طول الوقت ويرانا طول الوقت، لكن لو نظر اليك الله سبحانه وتعالى في مشهد من المشاهد وحد بيمسكك كده وحد مش عارفه ايه وانت بتعملي كده، هل هتكوني انت عامله ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تعرض اعمالك عليه، ودي من امتك يا رسول الله، هتبقى ايه موقفك؟ الشيزوفرينيا اللي انا عايشه فيها دي، ان انا عايزه كل حاجه، عايزه ابقى ممثله شاطره، وعايزه يتقال مش عارفه ايه، وعايزه احارب هنا واحارب هنا، وعايزه حجابي، وعايزه ربنا، وعايزه. مفيش حد بياخد كل حاجه يا نيشان. لازم نبقى واضحين. انا طالبه الله، الا سلعه الله غاليه، هتحتاج تضحيه، وتضحيه كبيره قوي 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 قوي، وصدق جامد قوي 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 قوي، وكلمه حق لازم تقال. فاذا ما قدرتش اقولها اعتقد ان انا ما استحقش الحجاب اللي انا لابساه. انا بعتقد اذا كفيت الطريق بهالثبات وبهالايمان، بعتقد انه الاجابه رح تيجي من فوق. بالظبط يا رب.